السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم رامي. تعال نتكلم شوية في الكورة. تعال نتكلم شوية يعني في الفضايح التحكيمية. امبارح يا جماعة بجد في ماتش بيراميدز أو الزمالك الاتنين فيهم يعني غلطات تحكيمية، مش غلطات، دي كوارث. يعني اللي حصل في ماتش بيراميدز وسموحة لا، يعني مش كده بجد والله. لما الأهلي حصل معاه قبل كده الماتش اللي قبليه، طلعوا قالوا في برنامج معين يعني إنه الدوري بيتوجه والدوري متوجهش. يا جماعة طب ما هو بيراميدز اهي، محدش يتكلم ليه؟ الزمالك مطلعتش بيان زي المره اللي فاتت ليه؟ مش كده يا جماعه والله العظيم. يعني يعني حتى الحكم لو كان، يعني في ناس بتقول لك هو الحكم آه مش فاهم ازاي، يعني ايه مش فاهم؟ يعني ايه حكم يقول لك الضغوط اللي عليه وان هو متوتر او شخصيته ضعيفه بقى او اي حاجه؟ يا جماعه لا، في فار وفي حكام وفي حاجات كتير قوي. يعني كرة سموحة ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس، مش عاوزة أي حاجة. ما علينا من كرة الجون بتاعت بيراميدز. تعال نتكلم بس في اللي هو ضربة الجزاء مش محتاجة. وتيجي برضك لما جيت لماتش الزمالك هتلاقي عندهم اللعيب اللي اسمه محمد سيد المفروض يطرد من أول ماتش خالص، يعني هي طرد واضحة ما فيهاش. وضربة الجزاء لا، في حاجات كتير أوي في التحكيم. فلو التحكيم ده راجع لأن الحكام نفسهم شخصياتهم ضعيفة، لا نشوف حكام تانيين، لأن كده ما ينفعش. عايزين نشوف دوري، عايزين نشوف كورة، عايزين نشوف اللي يستحق يكسب يكسب، اللي يستحق يخسر يخسر، واللي يستحق يتعادل يتعادل. بس بالطريقة دي يعني من حق كل الأندية إنها تشتكي. ما هو في ناس أندية بتهرب من القاع، وفي أندية عاوزة تاخد الدوري وعاوزة تشارك في دوري أبطال أفريقيا. فندي الناس حقها. ما هو في فرق بتتعب وبتكافح على قد اللي معاها وعلى قد السكواد اللي معاها عشان تطلع بأفضل نتيجة قدام الفرق الكبيرة. فلما تيجي الحكام كمان تظلمها، لا والله العظيم كده كتير حرام. فاحنا عاوزين حد يطلع يفهمنا الدنيا هتمشي ازاي، تمشي كل ماتش ده الحكام مش قصدهم، لا الحكام عندهم نزاهة، الحكام مش عارف ايه. يا جماعة احنا من اول الدوري على كده. يعني لو نفتكر ماتش الزمالك والبنك الاهلي وغيره كتير بقى، خد عندك فيه ماتشات كتير. لو رجعت الدوري هتلاقي مباريات كتير قوي الحكام مضيعاها ومضيعة تعب ومجهود فرق ومدربين وادارات. الموضوع مش موضوع ماتش وبس، موضوع انت ممكن يعني توصل الاحباط للفرق الصغيره اللي هي جايه الماتش وعارف ان انت كده كده هتيجي عليها، عشان خاطر الفرقه دي ليها جمهور، عشان الفرقه دي خاطر الفرقه دي فرقه كبيره بتنافس على الدوري. مش ذنب الفرق اللي في وسط الجدول واللي بتهرب من القاع انها تتظلم.